فيديو سير قرب تمك. زمان ما تيمنعناش غير حنا اللي اعضاء تيمنع حتى الجمعيات لاعضاء المجلس الاداري حتى المجتمع المدني، وهو موقع في واحد القانون هو غادي نجبدو. هذا القانون هذا اللي حنا كنا مسؤولين عليه هو هذا القانون الاساسي اللي فيه هنا واحد رجل قانون تبارك الله هو اللي كيسير هذا الفضاء، سميتو الاستاذ المحترم عبد الفتاح زهراش، وهو رجل قانون. وانا الذي اتحدث اليكم احد نواب هذا الرئيس، وهذا السيد هو الكاتب العام للفضاء، وهذا السيد هو نائب امين المال، واحد السيد هو المكلف بالاتصال اعلام واتصال. انا اللي ارفع لكم كل شيء هنا. صور اخر بلاتي بدا بعضها والمكلف التواصل. هنا هي مورايا مليار سنتيم. فين هي؟ مليار سنتيم. نعرفوا هاد الناس بان ياخذ على حسابهم. الله يخليكم. حنا تنقولوا لهاد الاخوان هادو اللي واقفين في الباب ثم ما عندنا معاكم المشكل. السلطات المحليه كتسمع. حنا اسمحوا لي هذا 70 عام هذا 70 عام تنقولوا حنا غير شرعي وغنديروا الاجراءات القانونيه ديالنا بلاتي، وكنخبروا عباد الله اننا حنا ما غاديش نتحركوا من هنا تيجي السيد والي جهه الرباط سنه بورسعيد ويجي الوكيل العام للمالك. هنا خصنا نعرفوهم شكون هما، ما هم جمعيات ما هم كدا يجبدوا لنا موصولات يجبدوا لنا. وكاينين شي جمعيات ما عندهم علاقه بالعمل الجمعوي، ما كيديروا وكيعطوا الولايه الوصل سير خدم، ما عمرو دار شي نشاط، حتى شي واحد دخل دار شي نشاط. هاد الناس يخدموا كيديروا مليار ديال الفضل. هذا عار الفضاء في الخبر، هذا عار الفضاء في الخبر، هذا عار الفضاء بحصى، 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 هذا هذا نداء نوجدوه حنا تنوجهوا النداء ديالنا لجلاله الملك، لاننا حنا تعاقدنا مع جلاله الملك نصره الله. عاش الملك، عاش الملك. حنا جسدنا هنا تعاقدنا معاه على الشفافيه والحكمه الجديده، ماشي على الاستقرار، ماشي على الابتزاز، ماشي على الفساد، ماشي على الابتزاز. سيدنا تعاقدنا معاه على الحمايه، على خدمه المواطن وعلى
فلوس الفضاء الجمعوي تمشي على السيكيوريتي يخسروا عليهم فلوس بالملايين باش يحبسوا المواطنين. من حق هاد المواطنين والجمعيات انسان حقوقي حرام يكون انسان حقوقي، وده يحرم الجمعيات ويحرم فعاليات المجتمع المدني. انا نقول السلطه تحمل مسؤوليتها التاريخيه والسيد الوالي يتحمل مسؤوليته التاريخيه. وحنا عندنا لا ما نشوفش يوم الحداد، حنا لسنا جلاله الملك حفظه الله اللي يحمي المواطنين. سمعنا